السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة اليوم مضغوط، بس طبعا زي ما انتوا شايفين كده ما ينفعش نقول للحكومة لا ولا نقف قدام سكة القطر. ازاي الكلام ده؟ كان عندي شوية شغل وكنت مضغوطة جدا جدا جدا. بس طبعا جوزي قال لي اعملي حاجة كده هنشوفها في الفيديو مع بعض. وطبعا انا سمعت برضو كلامه، وهما كلامهم مطاع طبعا. وهو بالاتفاق يعني، بس هو يعني كان له وجهة نظر وانا كان ليا وجهة نظر، وهنشوف مع بعض في الاخر مين وجهة النظر بتاعته اللي طلعت في الاخر صح. وفي النهاية برضو هو كلامه طلع صح، اللهم بارك. وتعالوا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف ايه الكلام وايه اللي حصل في الحوار. طبعا دولت شوية غلة كده كنت غسلاهم للطيور ونشرتهم كده ايه، قصاد الارض يعني في الشمس كده، وهم هينشفوا في الشمس كده. طبعا انا غسلتهم على الطرمبة وطلعتهم كده ينشفوا قصاد الارض. هم للطيور مش لاكلنا. طبعا هتقولوا لي انت كل شوية تغسلي غلة، دولت للطيور مش ليا. انا غسلت قبل كده وطحنت، اللهم لك الحمد، ولسه الطحين عندي ما خلصي. ودولت للطيور كده والفراخ علشان تاكل منهم. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كلكم حبايبي على راسي من فوق. بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. ما تنسنيش باللايك فضلا وليس أمرا، بحبكم في الله. اللهم لك الحمد يا رب، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، طبعا ال- الفراخ بتاعتي كانت بدأت تموت كده، ويموت منها طيور ويموت منها فراخ. ده كان تالت فرخة أو فرخ إن هما يموت كده من الفراخ. وطبعا التالت بقى جوزي بقى إيه بدأ إن هو يزهق كده، ويقول لي لو في حاجة تندبح اذبحيها منهم كده يعني خسارة، والحقي منهم الكبير. فانا بصراحة يعني قلت له لا، هم لسه صغيرين وما ينفعوش دلوقتي، ويسيبهم شوية، انا سايباهم على رمضان علشان ايه يعني ينفعونا في شهر رمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. وهو صمم وقال لي لا، واذبحي منهم برضو اللي تلاقيه كويس وحلو لحد ما اذبحيه، علشان العلف غالي من ناحية، ومن ناحية هما بيموتوا الجو برد وخسارة يعني. وطبعا انا ما حبيتش ان ازعله، وبس انا كنت مضغوطة جدا جدا جدا. وقال لي الفراخ بتموت ومش يومه، سيبي كل اللي في ايدك وتعالي اعمليهم. فانا بصراحة كان عندي كمان، فقلت له خلاص طالما احنا هنذبح. انا كنت جايبة 10 فراخ بيض، فراخ بيضة يعني، كنت ربيتها معاكم قبل كده وعملتها معاكم في فيديوهات قديمة قبل كده. بس الصراحة أنا ما جبتش والله غير دورة واحدة، كانوا 10 وخمسة منهم ماتوا وهم صغيرين، والخمسة التانيين دولت وذبحتهم برضو. كنت برضو بقول له لا لسه استنى عليهم كمان أسبوع ولا حاجة. قال لي لا اذبحيهم، أنا ما عدتش جايب علف تاني. فاللهم لك الحمد يعني على اللي حصل، مسكتهم ذبحتهم بالشكل ده كده. وذبحت معاهم برضو كمان 3 ديوك يعني، نقيتهم كده من الديوك واخترتهم كده، وقلت له دولت بقى اللي كويسين، مش هذبح اكتر من كده من الديوك البلدي، علشان هم لسه ما يعني يعني مش جمدوا كده للذبح. فاحنا هنذبح دولت بس. المهم ان انا رضيته، وبرضو عملت اللي هو عاوزه علشان ما يزعلش مني برضو ويكون فيه خلاف. فطبعا ده كلها حاجات بتكون بالاتفاقات كده، فلازم نراضي الجميع، ولازم برضو نكون مطيعين في نفس الوقت حبايبي. وفعلا هو معاه حق ان العلف غالي، وان الحاجة لما تبدأ ان هي يحصل لها حاجة من قدام عينينا واحنا نشوفها، فلازم نعمل الصح. وبرضو يعني نحاول ان احنا نرضي الاطراف. بس بجد بجد انا كنت مضغوطة جدا، لان كنت غاسلة شوية غلة، كنت غاسلاهم اليوم اللي قبله العصر، وهبدأ ان انشرهم وافردهم، وكنت برضو مش فاضية. فانا مش عايزة اضغط نفسي، ومش عايزة يعني اجمع كله مع بعضه. والله العظيم يعني دراعي بيقف ورجلي بتقف من ضغطة الشغل، والشغل ما بيخلصش. فالواحد كانت امي دايما تقول لي يعني فرقي الشغل على الايام، وكل يوم حاجة، ما تضغطيش نفسك في يوم وبعد واليوم التاني تبدأي ان انت تبقي فاضية وتبقي قاعدة. فلا، فرقي الشغل على الايام، والشغل لا هيخلص ولا الايام هتخلص. احنا يعني العمر هو اللي بيخلص زي ما بتقول.
المهم اني عملت اللهم لك الحمد، عملت يعني اللي كان يتعمل في اليوم. عملت الغلة، وكمان كنت بصراحة كنت بغسل الصبح. يعني انا كنت ناوية على الغسيل، يعني شوية الغلة نشرتهم وكنت ناوية على الغسيل واكلنا وطبخنا في اليوم ده وخلاص. ما كانش في دماغي لا فراخ ولا ذبح ولا اي حاجة. فطبعا انا كل اسبوع كده بلم كل الغسيل اللي موجود عندي، واحب كده ايه، يعني ابلبط في الميه زي ما بنقول كده، واحب اغسل على الغساله السلستين ديت. بتجمع كل حاجه، بتجمع الابيض والفوط، بغسلهم كويس جدا. انا بحب اغسل الفوط والابيض في الغساله ديت، بيكونوا حلوين جدا وبينضفوا كويس عن الغساله كمان الاوتوماتيك. لكن انا لما بكونش فاضيه برضو او كده فبغسلهم في الاوتوماتيك عادي، ما فيش اي مشكله. بس انا كنت زي ما قلت لكم ان ما كانش في دماغي اي حاجه تانية غير الغسيل ونشر شوية الغلة كده قصاد الأرض، وهسيبهم وأرجع لشغلي عادي جدا. طبعا غسلت بقى الغسيل ونشرته على الإحبال، وخلصت كده الغسيل الأول، وبعد كده رحت بقى إيه للفراخ. نضفتهم وظبطتهم، ما تخافوش مش هاخدكم معايا في التنظيف. انا نظفتهم مع نفسي لان انا خدتكم قبل كده في التنظيف كتير يعني. فاللي ما كانش شايفني وانا بنظف، في فيديوهات قديمه تقدروا تشوفوها. ربنا يحفظكم جميعا. فادي الطيور اللي انا نظفتها لحد ما اللهم لك الحمد. طبعا انا بصراحه بحب اشيط الطيور بعد ما بنضفها. في ناس بتقول ما عادتش بتشيط او مش بتحب التشييط. انا بحب اشيطهم على النار كده بعد ما بنضفهم على الطباخه هناك. وبرضو طبعا لما هاجي اسوي هنقعهم في المحلول الملحي وكل حاجة ديت، وبينزل منهم كل الحاجات اللي هي ملهاش أي لازمة، وبترجع الفراخ بيضة وحلوة وجميلة معايا. طبعا الفراخ دي بقى هعمل منهم وجبات وهكيس منهم وهفرزهم يعني. وهم بصراحة طلعوا لحد ما كويسين مش وحشين، اللهم لك الحمد. وكان برضو جوزي له وجهة نظر ان هم برضو ما يتسووش، يعني كويسين مش وحشين. دي طبعا بقول لكم ان دولت دي كان بلدي، وانا طبعا سويت واحد منهم في اليوم ده علشان طبعا بقى ايه اخليهم كده يشوفوا الطيور كده وهي مذبوحة. والفراخ البيضة برضو ما كانش حجمها وحش قوي ولا فوق قوي، يعني لحد ما في الايام اللي احنا فيها حلو جدا جدا. يعني ربنا يبارك للجميع وربنا يعين الجميع يا رب العالمين. فدولت بقى كانوا اليوم بتاعي وكان شغلي النهاردة. فقولوا لي بقى ان انا لما سمعت الكلام انا انضغطت شوية ويعني تعبت شوية. بس عملت يعني اللي راضي الجميع، يعني عملت شغلي برضو يعني سريعا سريعا. ورحت بقى كملت باقي اليوم في شغلي في التنظيف. وبعد كده عملت اكلنا وشويه الغله. بصراحه هو لمهم في حطهم في الشكاره، لان انا لا قلبتهم ولا عملت فيهم حاجه، لان هم للطيور. فهو لمهم وحطهم في الشكاره وجابهم كده ناكل منهم للطيور وخلاص. وانا كنت بقى دبحت ونضفت وخلصت كده شغلي. وبعد كده رجعت بقى ايه عملت، طبعا عملت لنا ايه ديك حلو كده يعني. برضو طبعا احنا شقيانين طول اليوم، فحبينا بقى ايه ناكل كده ونغذي نفسنا. ده كان ديك منهم. فاللهم لك الحمد. طبعا انا كده مسوياه. وانتوا عارفين طبعا التسوية اللي هو تسوية سلق الفراخ او سلق الطيور عامة. معروف ان احنا بوكيه قرناه والمية لما بتغلي ونحط توابلنا عادي جدا مفيش اي مشكلة، ونسيبه بقى لما يستوي براحته. وبعد كده بقى عملت معاه كده مع الديك الحلو ده برامين محشي كده حلوين. واحد خس وواحد كرنب. طبعا احنا يعني بنحب المحشي الاتنين، بنحب الخس وبنحب الكرنب. فلما بيبقى موجود الورق الاتنين بنعمل الاتنين، مش موجود خلاص. دي الشوربه بتاعت الديك بقول لكم عليها ما شاء الله جميله جدا جدا وتفتح النفس. وما شاء الله كان كنت في الوقت ده بقى لسه جايه كده من عند الفرن. انا بصراحه بحب اعمل المحشي في الفرن البلدي لما بيكون متاح معايا الوقت ويكون الوقت طويل وكده. بقى احشي عادي واخده ان اولع له في الفرن القش، بيكون حلو جدا. وبحب احمر وشه كده. لغايه هنا حبايبي يكون بقى يعني خدتكم معايا في يومي وخدتكم معايا في الفيديو وفي شغلي النهارده وفي روتيني. وقولوا لي بقى انا اتصرفت صح ورضيت الاطراف ولا عملت ايه. طبعا رايكم يهمني جدا جدا جدا. وبرضو زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان ما ينفعش نقول لا.
ده طبعا الفيديو النهاردة، يا رب يكون خفيف ولطيف عليكم. بحبكم في الله، يا رب دمكم نعمة في حياتي، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير. أسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.